فيديو النهارده هقول لكم على افضل خطه ممكن تلعب بيها. الخطه مش هتخليك بس تصعد ديفيجن واحد، انت ممكن تتصنف بيها. يلا بينا على الخطه دي بتتلعب باسلوبين لعب عادي. ممكن تلعبها باسلوب لعب هجمه مرتده سريع، وعادي تتلعب باسلوب لعب كره طويله مضاده. بس في ملحوظه هنا، بتختلف اساليب اللعب وهفهمك جوه الفيديو. اولا حارس المرمى، لو هتلعب هجمه مرتده سريعه يبقى لازم الحارس يبقى حارس مرمى وقدرات هجوميه. اما لو كنت هتلعب كره طويله مضاده يبقى عادي، سواء كنت هتلعب بحارس مرمى وقدرات هجوميه او قدرات دفاعيه. تعال اقول لك ليه. علشان المدافعين في الهجمه المرتده السريعه بيدافعوا من قدام، اما في الكره الطويله المضاده بيدافعوا من ورا. خط الدفاع هتلعب باتنين قلوب دفاع، واحد فيهم ظهير مدافع والتاني محطم او بناء لعب. اختار اي اسلوب لعب، بس لازم يبقى فيهم واحد ظهير مدافع. اما الاظهر هتلعب بظهير مدافع بجنبيه ظهير مهاجم. لا، وما تعملش حركة اللي انت تخلي الظهير المهاجم تدي اسلوب لعب دفاعي، لا ما تعملش كده. العب بواحد ظهير مدافع وواحد ظهير مهاجم، وانا هشرح لك ليه. هتلعب بثلاثة في خط الوسط، واحد دي ام اف واتنين سي ام اف. الدي ام اف عادي يبقى اسلوب لعبه محطم او ارتكاز، اما الاتنين سي ام اف يبقوا من الصندوق للصندوق او بوكس تو بوكس، وده لو انت كنت هتلعب كرة طويلة مضادة. اما لو كنت هتلعب هجمة مرتدة سريعة هتلعب بواحد خبير صانع لعب وجنبيه واحد من الصندوق للصندوق. والخبير صانع اللعب ده يبقى جنب الظهير المهاجم. تعال اشرح لك ليه. اسلوب لعب من الصندوق للصندوق بيدافع وبيهاجم، اما الخبير صانع لعب او الاوركستريتور ده بيبقى اكثر في الدفاع، بيبقى في خط النص على طول وبيبص الكرة لقدام بس مش بيهاجم قوي. فانت هتحتاجه هو اللي هيسند عند الظهير المهاجم، وده علشان الهجمة المرتدة سريعة بيبقى الدفاع فيها ضعيف شوية، اما الكرة الطويلة مضادة بيبقى فيها الدفاع حلو، فعادي ممكن تلعب من الصندوق للصندوق عشان يساعدوك في خط الهجوم. نروح لخط الهجوم، هتلعب باتنين سي اف وواحد جنبيهم اس اس. بس انا الحربة يبقى عادي اي اسلوب. انا بلعب ذات نفسي باسلوب اللي بدأ في صنع اللعب، والتاني هوربلير او لاعب بين الوسط والهجوم. اما اللاعب الاس اس ده لازم 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 يبقى اسلوب لعب ولاعب بين الوسط والهجوم، او بالانجليزي يعني هول بلاي. يلا نجرب الخطة كم ماتش في الديفيجن. اول مباراة لو تلاحظ زانيت هو يعتبر اللاعب الوحيد المجاني في التشكيلة بتاعتي. انا بعتبره ممكن يكون احسن لاعب عندي في التشكيلة. مشكلة زانيت بس ان هو مجاني، مش واخد حقه خالص. مفيش حد بيتكلم عليه ويقول ان هو ممكن يكون افضل ظهير في اللعبة. تشكيلتنا والاسهم، تشكيلته ترام حلوة سدورف ياخدها يديها لزانيتي، زانيتي يرفعها بالمسطرة على بيليه في العارضة. زانيتي حلو قوي يا جدعان، حلو قوي. زانيتي دبل تاتش بالتسديد وانا اللي قاعد اطبل لك. سدورف حلوة جوان. شايف يا جدعان الهول بلاير بيدخل ازاي لجوا؟ انا قلت لكم لازم اسلوب اللعب يبقى هول بلاير في المكان ده. سدورف حلوة لكرويف بيلي. سدورف ولا مين ده معرفش. يلا حلوة كرويف بيلي جوا. ميسي قطعها مالديني لسدورف حلوة. المباراة خلصت 3-0. لو تلاحظ في التسديدات هو ما سددش ولا تسديدة، حرفيا الدفاع صلب قوي. تشكيلتنا والاسهم، تشكيلته جاتوزو حلوة. جاتوزو جامد جوه. جاتوزو حلوة. عثمان ديمبلي. ترام جامد جوه. ترام عندي. زانيت بالمسطرة بيلي. شايف يا جدعان؟ شايفوا الهول بلاير؟ قلت لكم لازم يسدد جوا. حلو قوي. ميسي ولا مين ده؟ فاول. حلوة دي بروين. مالديني يقطع. مالديني لبيلي جوا. الجون التالت.
الحاج ضيوف، الحاج ضيوف الكرة لازقة في رجله، الحاج ضيوف الكرة لازقة في رجله. ازاي؟ بلينتي انهجف في النص. الحمد لله. جاتوزو حلوة صدر. بيليه دبل تاتش. روح روح روح. حلوة حلوة. ايه اللي انا بعمله ده؟ الماتش التالت الاسهم تشكيلته تشكيلة حلوة. الواد مش بيعمل حاجة غير انه قاعد يكسر في اللعبة بتاعتي. حلوة. الحارس اتحرك. طب ازاي بقى؟ انا الفيديو اللي فات ديليخت حركته، دخية حركته سنتي بس. بيكهام شاط الكرة في نفس الزاوية اللي واقف فيها وجت جوا. طب ازاي بقى؟ كرويف الواد مش بيعمل حاجة غير قاعد يكسر في اللعبة بتاعتي. كرويف. مالديني. بيليه. لامبر. بيليه. لامبر. لقيتوزو ده تروح للامبر. جون. عاش. خلصت المباراة 1-0. المباراة وحشة قوي. اللي ضد مش بيعمل حاجة غير قاعد يكسر في اللعيبة بتاعتي. تشكيلتنا والأسهم تشكيلته. التشكيلة دي حلوة. لا عاش. حلو. بيليه. تعالى. بيليه. طب ازاي صدها؟ ازاي اصلا بيليه شوطها كده؟ كرويف حلو وقوي. شايف الهول بلاير؟ شايف لبيليه سقطها جول. حلوة. الحمد لله. حلوة. بيليه. تعالى يا توني ادمز. بيليه. حلوة للامبر وسدد جوا. الواد انسحب بعد المباراة. وكده نبقى خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك ومتابع. عاوزين نوصل 1000 متابع. يلا سلام.